انا شفت الفيديو بتاع البنت اللي كان في واحد بيتحرش بيها في المواصلات، وهي قررت بمنتهى الشجاعه تطلع التليفون بتاعها وتصوره وتصرخ في وسط الناس كلها وتقول ان في حد بيتحرش بيها. بس انتوا خدتوا بالكم من رد فعل الناس اللي حواليها؟ ولا واحد اتكلم ولا واحد نطق. وكان في راجل كبير في السن كده قاعد ورا، لما تفتق ذهنه وقرر ان هو ينطق قال لها انت لابسه كده ليه؟ فراح المتحرش رادد ومكرر وراه وانت لابسه كده ليه، زي ما يكون لبسها هو سبب التحرش. يعني الستات والبنات المحجبات المنقبات اللي مش بيظهر منهم حتى ولا ضفيرهم، دول بيكون لبسهم برضو هو سبب في التحرش؟ يا جماعه، منظمه اليونيسيف طلعت تقرير بتقول انه اكتر من 90% من ستات وبنات مصر حصل لهم نوع من انواع التحرش على مدار حياتهم. فكون ان احنا مش بنشوف فيديوهات وحالات زي كده كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، ده معناه ان الستات والبنات لسه خايفين ولسه حاسين بالعار والخجل من موضوع التحرش ده، لان المجتمع بتاعنا لسه بيحمل الست نسبه 100% من اسباب التحرش. يعني انت السبب في التحرش اللي حصل لك. فاي واحده هتقول انا حصل لي تحرش او الحقوني، انت عملتي ايه على طول؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي لبسك كده؟ اي حاجه في رغيف بقى. انا عايزه النهارده اقول لكل ست وبنت، انت مالكيش اي ذنب في موضوع التحرش ده خالص. الراجل المتحرش ده عامل بالنسبه لنا زي الكلب المسعور. انت لو ماشيه في شارع وفي كلب مسعور جاي عليكي، اكيد هتخافي. ليه؟ لان ده كلب حيوان، ما عندوش مخ، ما عندوش اي سيطره على الغرائز بتاعته، فاكيد هيعضك. وعايزه اقول لكل راجل متحرش، من فضلك النهارده بالليل وانت قاعد على القهوه بتشرب كوبايه الشاي باللبن مع زمايلك الرجاله المحترمين، اسالهم قول لهم ازاي ما كنش كلب مسعور واكون راجل محترم.